بعد اعتقاله متلبسا. وزارة الداخلية تتحرك سريعا، وهذا ما قررته في حق القيد المرتشي. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية آزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد. وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية. وكان شخص قد ربط الاتصال بالرقم المخصص لمحاربة الرشوة يدعي فيه تعرضه للابتزاز من قيد مقابل السماح له بمواصلة ممارسة نشاطه المهني. ليتم نصب الكمين للمتهم، أسفر عن الإيقاع به متلبسا باستلام مبلغ مالي يفوق 4 ملايين سنتيم.